الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا لايف وذ شيف على صفحه زانوسي على الفيسبوك. كل سنه وانتم طيبين. بجد انا حاسس ان رمضان بيتسرسب من بين ايدينا يعني. 10 رمضان، والله انا مستغرب، رمضان بيجري جري كده. الحمد لله رب العالمين. عايز بس اقول لحضراتكم ان احنا هنا موجودين علشان نقدم لكم معلومه، نعرفكم طرق اكل جايز تكونوا ما تعرفوهاش، برضو نقول لكم على اسرار المهنه، لان في كتير جدا بيعتقدوا ان لما يداري اسرار المهنه بتاعته يبقى كده محتفظ لنفسه بجزء من المهنه. بالعكس، انا بقول كل الاسرار. ممكن نكون بنعمل اكلات شويه فيها تكلفه زياده، بس في ناس بتعمل الاكل ده. يعني احنا موجودين علشان خاطر نقول لكم الجديد. طب انا لو جيت قلت لحضرتك اعملي الباميه والملوخيه والخبيزه والبطاطس المحمره، يبقى انا قدمت لك ايه جديد؟ يبقى احنا افدناكم بايه؟ هي قصه برنامجنا او فكرته ان احنا دايما نعمل لكم افكار جديده، حاجه مبتكره، حاجه ما اكلتوهاش قبل كده، حاجه لاول مره بتشوفوها. كل مره بتلاقوا تاتش جديد، بتلاقوا بصمه جديده. حتى لو ما قمتوش نفذتوا الاكلات دي بتبقوا خدتوا فكره عنها. لو رحتوا مطعم من المطاعم المشهوره وتقدم لكم المنيو تبقى عارفين اسامي الاكلات وشكلها وطعمها، اكيد هتبقوا عارفينه. برضو هنعمل مع بعض حاجات نتمنى ان هي تعجبكم، فيها افكار جديده وبصمه بتاعه الشيف يسري. اول حاجه هنبدا بمقبلات. كلنا بنحب طبعا السمبوسك وبنحط الحاجات المقبلات في رمضان. النهارده هنعمل سبرينج رولز. وسبرينج رولز، كلمه سبرينج رولز تفسيرها ان هي فطائر الربيع. فطائر الربيع علشان جواها خضروات كتير جدا. احنا هنعملها بقى فطائر ولكن تشيز، فطائر كواترو فورماج بالفرنساوي، فطائر باربع انواع جبن، عشان برضو ايه ما تقولوش الراجل ده حافظ كلمتين جاي يترسم علينا بيهم، لا خالص. هي يا اما بالاربع انواع جبن يا اما وبسطرمه. هنقول المقادير وهنعملها مع بعض، هتعجبكم جدا، وهي سبرينج البسطرمه والجبن. عندي كوبايه ونص من الجبنه الرومي المبشوره، كوبايه ونص من الجبنه الشيدر المبشوره، كوبايه ونص من الجبنه الجوده المبشوره، وكوبايه ونص من الجبنه الموتزاريلا، وحوالي 300 جرام من البسطرمه. نقول تاني، اجيب بوله بس كده كبيره عشان نشتغل عليها على طول. زي ما بقول عندنا كوبايه ونص من الجبنه الرومي المبشوره اهي قدامنا على طول اهي، كوبايه ونص من الجبنه الشيدر المبشوره، كوبايه ونص من الجبنه الجوده، كل الحاجات دي موجوده في السوبر ماركت. كوبايه ونص من الجبنه الموتزاريلا مبشوره برضو، وحوالي 300 جرام او اكتر شويه اقل شويه زي ما انتم عايزين من البسطرمه. بس حاولوا ما تحطوش بسطرمه كتير عشان البسطرمه بتبقى فيها نسبه املاح عاليه، فمش عايزين نزودها. هنشيل كل الحاجات دي كده على جنب ونيجي نكمل معاكم. طيب الحشوه دي يا شيف يسري حلوه؟ هتجربوا بقى، انتوا اللي هتشوفوا مش انا اللي هحكم. يعني انتوا بعد ما تيجوا تشتغلوا كده وتدوقوها انتوا اللي هتعرفوا طعمها عامل ازاي. انا بقلب كل المقادير مع بعض، الجبنه الجوده مع الجبنه الشيدر مع الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا ممكن تكون فيها حته ناشفه اهي، بس انا طبعا بفصصها خالص اهي. وبعدين بمنتهى البساطه هندعك كل الحاجات دي مع بعض. يبقى انا عندي 4 انواع جبن، وكمان عندي بسطرمه، وعجينه سبرينج رولز موجوده في السوبر ماركت. طب يا شيف يسري انا ما عنديش، مش لاقي عجينه السبرينج وعايز اعمل الوصفه بتاعتك دي بوصفه تقول لي على العجينه بتاعتها. هقول لك على العجينه. تعملي عجينه عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين زيت، ورشه صغيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، وتزودي ميه لغايه العجينه ما تلم معاكي. وبعد كده تفرديها تبقى رقيقه جدا، وقطعيها بفورمه واحشيها وقليها في الزيت، هتبقى سمبوسك حلو قوي بنفس الخليط بتاعنا. طب يا شيف يسري برضو احنا في رمضان ينفع احط الخليط ده جوه القطايف؟ طبعا تبقى جميله. يبقى احنا هنجيب ده هنا كده، شيل دي مش عايزينها، وبعدين نبدا نحط السبرينج بتاعنا. طبعا الكونتر بتاعنا يكون نضيف، ونرفع. انا شايفين مغطيه بقى ببلاستيك علشان خاطر العجينه بتاعت السبرينج دي لو اتعرضت للميه او للهواء هتنشف، الميه هتتقطع بسرعه. علشان كده انا همسح تحتها خالص اهو، هنشف خالص تحتها. وبعدين
لو اتعرضت برضو للهواء هتلاقوها نشفت، تيجوا تطبقوها تلاقوها اتكسرت معاكم. هنجيب 3 4 جنب بعض ونفردهم بزاويه. يعني ايه بزاويه؟ يعني كده اهو بالورب. ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي السر بتاع الزاويه دي. ادي 4 هم جنب بعض. نجيب معلقه كبيره وناخد من الخلطه معلقه كبيره اهي. عايزين تزودوا برضو براحتكم، مفيش مشكله خالص في الحشو. يعني انت كميه الحشوه دي انتوا صحاب التصرف فيها اهو. هتلاحظوا ان انا مش مكتر البسطرمه علشان البسطرمه بتبقى فيها نسبه ملح عاليه، وانا مش محتاج يبقى عندي نسبه املاح كتير. ونيجي هنا بقى، هنا في معلقتين دقيق متدوبين في معلقتين ميه، معلقتين دقيق متدوبين في معلقتين ميه، دول الماده الصمغيه اللي هقفل بيها. وعندنا عايزين نشغل بس كده نشوف الزيت اخباره ايه، ونيجي نقفل اهو. بصوا بقى بنقفلها كده كده كده، ونمشي مع بعض بالراحه خالص لغايه ما نقفلها خالص اهي. ونجيب بس نقطتين من الدقيق اللي مع الميه ده ونقفل. بقت عندي بالشكل ده اهي. تاني حاضر. هنكرر كل الكميه، هنكرر العمليه لغايه ما نخلص كل الكميه اللي عندنا دي. شوف انا بضغط ما بخافش ليه؟ لان العجينه بتاعتي مساعداني، وغير كده ما تعرضتش لا الهواء ولا ميه، يعني ما اخافش ان هي تتقطع معايا العجينه خالص. ببرشمها كده ونكرر بقى نعمل كل الكميه اللي انتم شايفينها دي قدامنا لغايه ما نخلص، ويبقى عندي نوع من انواع السبرينج جديد مبتكر، اللي يمكن لاول مره بتشوفوه اهو، بس طعمه هيعجبكم قوي وحلو جدا. عايز اذكركم ان احنا ما عندناش غير رقم واحد بس، رقم واحد 4 9. بكرر وهكرر لغايه اخر نفس في حياتي. شركه زانوسي ملهاش غير رقم صيانه واحد بس. الكلام ده من مصدر ثقه، لان انا بالشركه دي بشتغل معاها بقالي اكتر من 15 او 20 سنه، يجي والله 15 16 سنه. فعارف ان هم الناس دي على ثقه، ما عندهمش غير رقم واحد صيانه بس. حتى اقسم بالله انا لما بتصل بيه بيجي لي في خلال 24 ساعه، والله ما بكذب عليكم، لان انا عندي منتجات زانوسي. فاول ما بتصل بيه لو عندي حاجه طبعا لا بيردوا عليا، بيقولوا لي في خلال 24 ساعه. الحاجه الثانيه ان في ارقام كتير جدا موجوده، كل دول ما لهمش اي صحه يا جماعه، وبتسلموا اجهزتكم لهم وبعد كده بتبوظ او ياخدوا منكم فلوس كتير وما بتتصلحش، وترجعوا تاني تقولوا ده الشركه بتاعتنا مزعلانه وكده. فانا عشان كده بكرر، الى جانب ان عندها منتجات كتير جدا. شركه زانوسي عامله في ده طبعا بوتاجاز ملوش حل اللي هو البيلت ان ده، وفي افران بيلت ان زي ده، لكن في الحاجات العاديه دي. والحاجات العاديه دي من مميزاتها او من ميزاتها ايه بقى؟ هنتكلم واحنا شغالين. كلنا دايما لما نيجي نطبخ نقول لك لازم يكون في فرن، مروحه جوه الفرن، مروحه جوه الفرن، وعشان بتوزع الحراره وبتديني بتساوي معايا الحاجه مظبوطه والكلام ده كله. انا معاكم. لكن لما يكون في مروحتين بقى جوه الفرن، يعني ايه مروحتين جوه الفرن؟ انت بتقول كلام كده غريب النهارده. مروحتين جوه الفرن، واحده بتشتغل معايا تعمل توزيع حراري جوه الفرن من جوه من هنا، والتانيه هنا بتبرد معايا الفرن. يعني ايه تبرد الفرن؟ يعني الفرن لو شغال من فوق وتحت وسخن جدا من جوه، لو ابني طفل صغير جه حط ايده على الازاز ده ما تحسش باي سخونه خالص. ده لتامين لتامين الفرن. يعني كمان مره هكرر لكم، في مروحه عشان تبرد معايا الفرن وتديني التبريد المناسب اللي ما يخليش السطح بتاع الفرن من بره الازاز ده يبقى سخن، لان الاطفال ما تعرفش ان الموضوع سخن ولا حاجه، ممكن يحط ايده عليه، ممكن يقع ميه عليه تلاقي الازاز مكسور. لا ده بيبقى بارد جدا، ما تقلقوش. ده برضو من الميزات الجديده الموجوده في بوتاجاز او في زانوسي. طيب احنا اتكلمنا عن زانوسي كده، تعالوا بقى نشوف السبرينج بتاعنا اهو. انت عامل كبير قوي السبرينج يا شيف يسري. ما انا عامل بقى طبعا ممكن نقسمها نصين، ممكن انتوا بقى يعني انا ممكن بدل ما اخد واحدتين ثلاثه اخد واحده كفايه كده يعني. فليه هنعمل صغير واحنا عندنا الامكانيات ان احنا نعمله بالشكل الجميل ده اهو. هكمل كل الكميه، وبعدين بعدها هنعمل مع بعض وصفه بالفراخ حلوه جدا، فيها زيتون وليمون وفيها كمان بصل وجزر وكاري باودر وكاري بيست وحاجات كده هتعجبكم جدا. يا شيف يسري والنبي الله يكرمك بطل تتكلم وتتفزلك علينا بالكلام اللي انت بتقوله ده. الكاري بيست
هو عباره عن معجون كاري. معجون كاري موجود في السوبر ماركت. لما نيجي ساعتها هوريكم هو ايه الكاري بيست دوت. يبقى احنا كده هنخلص بس الكميه بتاعه السبرينج ونروح نحمر. واهم حاجه زي ما قلت، بس اجيب طبق عشان نحط عليه السبرينج بتاعنا كده. شفتوا بقى كله اهو. اهم حاجه ان احنا بنقفله باحكام ونسيبه في الزيت لما يتحمر. ما تسيبوش كتير بقى، عارفين ليه؟ لان اول ما يصفر معانا لونه الجبنه اللي جوه هتبقى بتسيح، فالجبنه عايزه حاجه تتنفس منها، فبتقوم طالعه من العجينه. لو سيبناه اكتر من اللازم هتلاقوا الجبنه طالعه كده سايحه وطالعه من العجينه. نرجع تاني ناخد برضو كميات كده. كميه الجبنه اللي انا بحطها دي اختياري، يعني انتوا عايز مثلا هنا في بسطرمه كتير نخفف شويه ونحط جبنه. عايزين تقللوا الجبنه قللوا اللي انتوا عايزينه، لكن يعني الاربع انواع جبن دول بيدوا طعم حلو جدا. يا شيف يسري ده الجبنه غاليه واربع انواع كتير قوي. طيب نتكلم بالمنطق. انا لما اروح اشتري حاجه زي دي جاهزه هتكلفني قد ايه؟ طب بلاش ده ولا ده. انا جبت الجبنه الرومي عندي في البيت وجبت جبنه شيدر، وعندي الولاد زي حالاتي كده مهملين شويه، فبيشيلوا البلاستيك اللي عليها البلاستيك فيلم ويسيبوها بالليل في الثلاجه بتنشف. تتاكل تاني؟ لا ما بتتاكلش تاني. باخدها احطها في الكبه بتاعتي افرمها واستعملها حشوات زي دي، او احطها على وش البشاميل. يبقى انا كده برضو بقول لكم ازاي ان احنا ما نرميش حاجه عندنا. في ناس كتير قوي اول ما بتشوف الجبنه كده نشفت يقوموا رامينها. لا خلوها، لان انا نكهه الجبنه الموجوده هو ده الاساس عندي. ما ترموهاش، ما ترموش حاجه خالص. طيب خلاص قربنا نخلص اهو. وبرضه بقول لكم لو احنا بنتابع برنامجنا لايف وذ شيف على صفحه زانوسي وبعدين ما لحقناش او النت قطع عندنا او حصل اي ظروف، ممكن بعد الفطار مباشره هتشوفوا الحلقه مسجله على قناه زانوسي على اليوتيوب. يبقى تاني اهو بكرر، لو احنا ما لحقناش نتفرج على الحلقه النهارده او حصل ظروف او كنا مثلا في الطريق او في الزحمه او بنصلي او بعد ما نخلص بعد المغرب ان شاء الله هتفتحوا على اليوتيوب قناه زانوسي هتلاقوا الحلقه متسجله وتتفرجوا عليها كامله كل يوم. عايزين الحلقات اللي فاتت من اول شهر رمضان هتلاقوها برضو على صفحه على قناه زانوسي على اليوتيوب كلها. خلاص احنا هنا اهو نزود شويه عشان نخلص كل الكميه، وبعدين ناخد نحمر ونقدم لكم كده ونقول لكم اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. طبعا السبرينج ده روعه الروعه. انا عن نفسي من عشاق الجبن، بحب الجبن قوي. بس لما لقيت بقى ان الدكاتره بيقولوا لي خفف الجبن اللي هي الصفراء وخصوصا بالليل، بدات اخفف فيها. يعني ما تكتروش، ممكن تاكلوا الجبنه مره في اليوم، مره كل يومين، مره كل 3 ايام، بس مش كل يوم جبن. وخصوصا الجبن الصفراء عفوا، لان الجبن الصفراء بتبقى فيها ماده دسمه جدا، فدي بتساعد على السمنه بسرعه غير طبيعيه، يعني بتتخن بصوره غير طبيعيه. طيب اهو كده فاضل واحده ولا 2 هنعملهم برضو مع بعض، وبعدين شوفوا ما شاء الله كميه هتكفي الاسره كلها اهو. وبعدين هنشوف كده واحده ولا 2 دول نعملهم، ويبقى كده خلصنا الاسبرينج ونروح نحمر، وبعد كده نخش في الاكله بتاعتنا الثانيه على طول. نيجي نعمل ايه اهو اخر شويتين. طب الشيف يسري هو كميه الجبنه اللي انت حطيتها دي كلها على بعضها تيجي قد ايه؟ ما تكملش مثلا 300 جرام مثلا كلها الانواع، يعني ممكن تبقى من 300 ل 400 جرام جبنه كل الانواع مش واحد بس. اصل في حد هيعتقد ان كوبايه ونص يعني نص كيلو من الجبنه، لا خالص. كوبايه ونص ما بتبقى مبشوره تخش لها تقريبا في 150 جرام 125 جرام تقريبا، يعني اقل شويه كمان. يلا نروح نحمر بقى. نشيل بس ده ونشيل ده ونشيل ده ونروح علشان نحمر حاجتنا ونحضر مقادير الطبق الثاني. الطبق الثاني هو عباره عن فراخ بالزيتون والليمون. هنحط دول كده يتحمروا ويلا بينا نروح. بسم الله. شوفوا بقى قوه البوتاجاز خلت الزيت ما شاء الله سخن جدا. هنحط كميه اهو وهنطلع على طول على مناديل ورق.
عشان خاطر كميه مناديل كده كتير، علشان خاطر المناديل دي تمص معايا الزياده اللي موجوده في الزيت. ممكن نجيب دي نطلع عليها كده اهو. شفت انا حاطط مناديل قد ايه؟ عشان اهو تشفط معايا الزيت على طول. وبعد كده نجيب هنا المقصوصه دي. شفتوا الزيت في ثواني خد قد ايه؟ ما خدش دقيقه جوه التحمير. ليه؟ لان انا عندي الزيت سخن وعندي البوتاجاز قوي جدا ما شاء الله. شرحت لكم امبارح ميزه البوتاجاز دوت ان احنا ممكن نخليه. انا دلوقتي عامله على دايرتين. يعني ايه دايرتين؟ لان الطاسه اللي عندي مش قاعدتها كبيره، مش محتاج ان انا اعمل الثلاث دواير. خلاص نطلع السبرينج. ما تعملوش زيي، مالكوش دعوه بيا، انا بشتغل بايدي ما فيش مشكله. ده خدت على السخونه يعني اهو. كل الكميه. وبعدين تعالوا بقى في ساعتها كده وهي سخنه كده هوريكم بعد دقيقه بس عشان اعرف افتحها وتشوفوا الجبنه وهي سايحه جواها كده. وبالهنا والشفا. مقادير الاكله بتاعت الرئيسيه او الطبق الرئيسي النهارده هو عباره عن كيلو من صدور الفراخ، كيلو ونص من صدور الفراخ متقطعه قطع كبيره يعني مش قطع صغيره. عندي جزرتين متقطعين شرايح، وثلاث ثمرات فلفل الوان، وبصلتين متقطعين شرايح كبيره، ونص كوبايه من الزيتون من الليمون المخلل، وثلاث ارباع كوبايه من الزيتون الاخضر المخلي، ومعلقتين دقيق، ومعلقتين كاري باودر اهو، ومعلقتين كاري بيست، وكوبايتين اهو كاري بيست، وكوبايتين ده الكاري البيست اللي انا بقول لكم عليه اللي هو المعجون، وكوبايتين من الشوربه. ونقول تاني المقادير بتاعتنا: كيلو من صدور الفراخ، كيلو من صدور الفراخ، كيلو ونص، 2 كيلو زي ما انتوا عايزين، متقطعه مكعبات كبيره اهي. عندي هنا معلقتين من الكاري باودر، ومعلقتين كبار من الكاري البيست، وعندي كوبايه ممكن زيتون اخضر مخلي، وكوبايه الا ربع مثلا من الليمون المخلل بنقطعه 4/4 ونشيل البذر اللي فيه. وبعدين خلصنا كده. شوفوا الاسبرنج قد ايه ما شاء الله، وليمه. وبعدين هنشيل الزيت خلاص مش محتاجه، ونروح نوريكم هنعمل ايه. زي ما قلت كيلو صدور فراخ متقطع مكعبات كبيره، كيلو صدور فراخ متقطع مكعبات كبيره، كوبايه زيتون، وثلاث ارباع كوبايه ليمون، ومعلقتين من الدقيق، وثلاث جزرات متقطعين شرايح، وثلاث ثمرات فلفل الوان، وبصلتين متقطعين شرايح، ومعلقتين كاري باودر، ومعلقتين كاري بيست، وكوبايتين من المرق الشوربه. واضافه لو حابين الناس اللي بتحب السبايسي، مع ان الكاري البيست ده سبايسي، اللي عايز يزود سبايسي بس في رمضان مش هيبقى مقبول شويه، بس يزود قرن فلفل حامي. نرفع الغطا ونبدا نشتغل مع بعض. شفتوا بقى لما انا غيرت كاميرا اهي هتجيب لنا من فوق. اعملها لكم تاني الحركه اللي انا قلت لكم عليها. عندي هنا 3 دواير، لما اجي افتح اول دايره هتلاقوا اللي في النص مولعه حمراء. طب انا عندي كانت الطاسه القاعده بتاعتها جايبه دايرتين، قمت ازود دايره كده هتلاقوا الدايره الثانيه احمرت اهي شايفينها؟ طيب انا عايز الحله دي اكبر والكزرونه بتاعتي اكبر، او زايد كمان دايره هتلاقوا الدايره الثالثه احمرت اهي. كده الاكل بتاعي ما ياخدش ثواني في العمايل. هنشتغل مع بعض بس على البارد بقى، لان في زيت زيتون. يعني ايه على البارد يا شيف يسر؟ انت ساعات بتقول حاجات غريبه. زيت الزيتون من الحاجات اللي لو اتحطت على النار اكتر من اللازم هتبدا عايز الكلافزات. زيت الزيتون لو اتحط على النار هيتحرق ويفقد قيمته الغذائيه. عشان كده لو اتحط على البارد يعني ايه؟ يعني احط الخضروات مثلا احط زيت الزيتون، احط الفراخ احط زيت الزيتون. طيب احنا ممكن نقلب هنا مفيش مشكله عبال ما ندور على الحاجه بتاعتنا. ادي الفراخ، قطع الفراخ قطع كبيره متقطعه اهي، نحط عليها ملح، نحط عليها فلفل، نحط عليها الكاري الباودر معلقتين اهم، ونقلب كل ده مع بعضه كده من غير ما نلبس اي جوانتي ولا حاجه. مفيش مشكله طالما بنعمل في بوله كبيره اهو. انا طبعا عشان الكاري ما يجيش على الايدين فاحنا ايه ممكن نلبس حاجه، لكن طبعا احنا في البيت ما بنلبسش حاجه، فعشان كده احنا قاعدين معاكم في بيتنا يعني ما فيش مشكله خالص اهو. وبعدين نحط عليه بقى هنا زيت الزيتون على الفراخ معلقتين كبار، ونقوم جايين كده مقلبين تقليبه كمان. ليه زيت الزيتون على الفراخ؟ لان الطاسه دلوقتي زمانها سخنت قوي، لو حطيت زيت الزيتون دلوقتي هيتحرق، فانا مش عايزه يتحرق. نحط كده نقوم يعمل بقى ايه عمليه الشوك او الصدمه، واحنا مع بعض ببساطه من غير
ما ممكن ازود شويه زيت كمان لو حابين. كده زيت الزيتون مش هيفقد قيمته الغذائيه. هنقلب اول تقليبه. يعني اول تقليبه يعني هنسيب كده ده لما يقعد يلون من ناحيتين يقفل المسام عشان يحتفظ بالعصاره. بكررها لكم والقيمه الغذائيه الموجوده جوه الفراخ بتاعتي. حلو قوي. هنشال بقى كل ده، نرفع كل ده كده، مش محتاجين حاجه هنا عشان الدربكه اللي احنا فيها دي. ونروح مع بعض. الفراخ دي هنقدمها مع ايه؟ هنقدمها مع رز بسمتي اصفر. طب احنا عملنا ازاي الرز البسمتي الاصفر؟ حالا هوريكم حالا. انا جبت نص كيلو من الرز البسمتي، نقعته في الميه لغايه ما تشرب معايا شويه، نص ساعه كده. وبعد كده قمت جاي حاطط عليه لتر ميه على النار يغلي، وقمت طبعا حاطط فيه الرز بعد ما اتنقع. وبعد ما غلي معايا بتاع 5 دقايق قمت رافعه من على النار مصفيه وراجع حاطه تاني اهو بيتشرب اهو معايا. انت ما حطيتش اي ماده دهنيه يا شيف يسري؟ لا خالص لسه. عندي هنا معلقه زبده اهو ومعلقتين زيت في الاخر خالص بعد الرز ما يستوي معايا هنضيفهم. معلقه زبده ومعلقتين زيت عشان ما يبقاش فيه يعني شويه دسم اكتر من اللازم. وبنقلبه كده مع بعضه. شايفين الرز عامل ازاي؟ طب انت قلت اصفر يا شيف يسري، هتشوف دلوقتي بقى اهو. في طريقتين للاصفر. لو انا عايز الاصفر ده حبايه وحبايه، هنجيب بودره الزعفران الموجوده في الاسواق اهي، نحط شويه ميه وبعدين نجيب نقلبهم اهي بودره الزعفران. بعد ما نقلب كده، عايزين حبايه وحبايه هنعمل ايه؟ هنحط شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. عايزينه كله اصفر هنقوم حاطين كل الكميه في اي مكان ونقلب مع بعض. يعني انا لو حطيت هنا شويه كده وشويه كده وشويه كده واهو ونقلب دلوقتي، هتلاقوا في حبايه صفرة وحبايه بيضة. دي طريقه اهي، وانا بعمل حاجه ولا سحر ولا الكلام ده كله اهو. شفتوا بقى؟ انا ممكن احتفظ بيه كده ونقدمه كده يبقى حبايه وحبايه. طب ايه رايكم خلوه كده اهو؟ خلاص. كل حاجه بنعملها قدامكم طبيعيه 100%، ما فيش اي حاجه من وراكم. انا تعمدت ان انا اعمل الرز ده قدامكم وتشوفوه عشان خاطر لو عايزين تعملوه الرز البسمتي ما فيهوش ادنى مشكله في العمايل، ما فيهوش اي مشكله في العمايل. تيجي نقلب بقى الفراخ بتاعتنا كده، وبعدين بعد ما نقلبها تاخد برضه صدمه من الناحيه الثانيه. نعمل ايه؟ ناخدها علشان خاطر ننشلها ونكمل مع بعض. هي الفراخ دلوقتي استوت يا شيف يوسف؟ لا خالص لسه بدري. بس هي خدت دلوقتي اما بتتقفل من ناحيتين على الاقل 50% سوا، على الاقل اما تتقفل من ناحيتين، لان الفراخ سريعه التسويه. الفراخ الصدور بالذات سريعه التسويه. هنروح نحط ده كده. هات البوله اللي معاك. برافو عليك. طيب وبعدين مع بعض كده بعد ما خلصنا، انا لسه ما غرفتش الاسبرنج ولا غرفت حاجه خالص. هنقلب تقليبه اهو للفراخ بعد ما لونت معايا خدت يعني قفلت كل المسام. هتلاحظوا حاجه، ان انا لو انا من ساعه ما حطيتها عمال اقلب 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 هتلاقوا في ميه نازله منها. انا مش عايز الميه اللي جواها دي تنزل، لان دي هي 90% من القيمه الغذائيه. يعني المجموعه الموجوده في الفراخ او في اللحمه 75%، بلاش 90%. السائل اللي جواها والالياف اللي موجوده فيها، الالياف اللي موجوده فيها. فعشان كده مش عايز انزل السائل اللي جواها ونرميه ونستغنى عنه. خلاص هنرفع الفراخ بتاعتنا. شوفوا احنا مقطعينها قطع كبيره ازاي. يعني الصدر مثلا على 3 او على 4 بالكتير، مش اكتر من كده. بعد ما هنرفع الفراخ كده، هي الفراخ ممكن اكملها كده يا شيف يسري وتستوي واكلها كده؟ طبعا انتوا حرين، الحاجات دي ترجع لكم. يعني هتبقى عامله زي المشويه بس مشويه بالكاري. ايه المشكله يعني؟ بس ممكن نزود عليها معلقتين زبادي تبقى روعه لو حد مستعجل وعايز ياكلها كده سريعا. ادي الفراخ بعد ما استوت معانا، نرجع نركنها على جنب ونيجي بقى نحط الجزر، الفلفل والبصل، شويه زيت زيتون تاني، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. شويه ملح صغيرين وشويه فلفل. وبعد ما حطينا كده نكمر الحاجات دي شويه. يعني نكمرها يعني نخلي البخار المتصاعد من الخضروات وتسويتها يسوي معايا الخضار.
لما نقفل عليها كده يبقى انا بعمل لها عمليه ايه؟ تسويه اسرع، تسويه سريعه. هنرفع بقى كل الحاجات دي مش محتاجينها خالص، ونيجي هنا نروح نكمل مع بعض بقيه الحاجات اللي انتوا شايفينها. يبقى انا كده شغال معاكم اهو واحده واحده لغايه ما تشوفوا كل التفاصيل اهو. عندي الرز جاهز، عندي الفراخ خلاص قربت تستوي او هتخش في السوا. لسه في حاجات هنقولها بس بعد ما نغرف مع بعض السبرينج. السبرينج رولز ممكن نغرفه في طبقين كده، بس نجيب بلانش عشان نقطع واوريكم شكله من جوه عامل ازاي. ادي الفراخ هنخليها هناك، ونجيب سكينه، يا اما نقدم السبرينج كده سليم زي ما هو اهو، يا اما ممكن نفتح منه فتحات وبالهنا والشفا. دي طرق للتقديم، انتوا بقى اصحاب الفكر يعني. اتنين بس كفايه اهو. ده اول طبق عندنا جاهز. لكن لو عايزين بقى تفتحوه هنيجي كده نجيب سكينه ونقطعها بالورب. ليه؟ علشان خاطر تشوفوا شكل الجبنه كده وهو جواها سايح. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، شوفوا الجبنه عامله ازاي، سايحه كلها اهي. بس حاولوا بقى يعني بالهنا والشفا يعني. انا بصراحه مش عايز اقطعها، انا ممكن نحطها في طبق مدور احسن عشان خاطر نعمل شكل جمالي زي ورده او حاجه. يعني نيجي في النص هنا ونقوم حاطين دي كده، وبعدين نجيب كمان اهو نلف حواليها بقى كده داير ما يدور بالسبرينج بتاعنا. عمليه الغرف او الشكل النهائي او الفينش بتاع الطبق ده حاجه ترجع لكم انتوا، يعني موضوع بيبقى كل واحد واسلوبه في الغرف، كل واحد وطريقته في التقديم، زي ما بتحبوا اعملوا انتوا. انا مش هجبركم على حاجه يعني اهو. ناخد كمان واحده. دي طريقه للتقديم لذيذه وشكلها حلو ومشهيه. ادي طبق تاني. طيب عندي انا هنا شويه تانيين هحطهم برضو في طبق كمان. يبقى انا غرفت 3 اطباق من السبرينج رولز، يعني كميه حلوه قوي تكفي الاسره وبالهنا والشفا. يا رب تكونوا مستمتعين معانا. ادي الطبق الثالث. وبعدين بعد ما غرفنا 3 اطباق كده نروح نشيل بقى ده ونروح مع بعض علشان خاطر نعمل اخر حاجه اللي هنشوفها دلوقتي. بقى الفكره اللي جايه دي هي اخر حاجه موجوده في الطبق بتاعنا. هنيجي نحط ايه بقى؟ بسم الله كده. شفتوا الخضار احنا قلنا نسيبه يدبل، لونه ما اتغيرش بس بدأ يدبل معايا يطرى، هو ده الهدف. ناخد بقى الفراخ مباشرة عليه بالسائل اللي نازل منها ده بكل حاجة، ما تسيبوش حاجة. كل الحاجات دي فيها نكهات وأطعمة مختلفة. ونقلب، نفضل نقلب كده. وبعدين نجيب الكاري البيست أو الكاري اللي هو المعجون ونحطه معاها. وبعدين الدقيق، مادة الربط اللي عندي، معلقة دقيق معلقتين دقيق، ونقلب كل ده مع بعضه. وبعدين المرقة بتاعتي نضيفها، نحط كمان شوية الدقيق دول. في قرن فلفل حامي عايزين تحطوه مفيش مشكلة، مش عايزين انتوا حرين، يعني ده موضوع اختياري. فأنا طبعا الناس عمالة تقول لي لا 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 هم بلاش شطة بلاش شطة. حاضر هسمع كلامهم. وبعدين نحط آخر حاجة هنا بقى المرقة بتاعت الفراخ أو الشوربة مع التقليب المستمر، مع التقليب المستمر. طب يا شيف يوسف أنا لو حسيت كده إن القوام بقى تقيل زودوا شوربة. طب لو خفيف بقى حاولوا تغلوها شوية عشان خاطر مش هينفع نزود عليها دقيق تاني. هي حطينا على الكمية معلقتين من الدقيق. بصوا القوام مش هيبقى خفيف أبدا، هيبقى مظبوط إن شاء الله. ونسيبها نغطيها كده تغلي غلوتين، لان انا قلت الفراخ من البدايه مستويه 50% سوا. حشوه السبرينج، استاذه رحاب تسالنا حشوه السبرينج عباره عن ايه؟ عباره عن 4 انواع جبن. عندنا جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر وجبنه جوده وجبنه رومي، كل ده مفروم، وشويه من البسطرمه، كل ده فرمناه وحشينا بيه السبرينج وقفلناه بشويه من الدقيق مع الميه. فده شكلها النهائي. كميه هي تعمل عزومه، يعني لو عندنا عزومه تكفينا ما شاء الله، يعني الكميه حلوه مش صغيره. طيب كده بقى
عندي الرز جاهز، عندي الفراخ بدأت تغلى اهي. زي ما قلت لكم لو حسيت للحظة ان الفراخ بتاعتنا الصوص سميك مش عايزه تقيل، نزود شوية مرق تاني او شوية مية. لكن انا الصوص كده روعة الروعة. شايفين السماكة اللي فيه دي اها، هو ده. هنحط كده بقى، نسيبها تغلي كمان شوية، وبعدين احنا حطينا ملحنا وحطينا فلفلنا وحطينا كل الحاجات. نجيب الطبق الغرف. في حاجة لسه ما حطيناش يا شيف يسري، انت كنت بتقول عليها. طبعا عارف، الليمون والزيتون. بس انا لو حطيت الليمون والزيتون من البدايه دلوقتي هيمرر معايا، وانا مش عايزه يمرر. الزيتون والليمون لو اتحطوا من بدايه الاكله هتطلع الاكله مره، انا مش عايزها تمرر خالص، انا عايزه يطلع معايا صح الصح. اخر حاجه هضيفها الزيتون والليمون واحنا بنقدم. بس هجيب طبق الغرف ونيجي ناخد الرز بتاعنا، عشان انا قلت لكم رز حبايه وحبايه اهو. كل حاجه بنعملها لكم اللي انتوا عايزينها. كمان اسالونا على اللي انتوا عايزينه، عايزين وصفات معينه عايزين تعملوها، احنا تحت امركم. انا بس بغرف اهو عشان الطبق بتاعنا هيبقى اخر حاجه هنحطها دلوقتي. كميه من الرز ناخدها في النص. ينفع يا شيف يوسف تحط مع كسكسي؟ اه طبعا، لو في كسكسي يبقى روعه. جميل. طب ممكن احط حاجه اضافه هنا لعشاق الشطه، ممكن نحط معلقه من هريسه الشطه. حاضر من عينيا. دلوقتي في نهى بتسالنا على التشيز كيك، هقول بس كنا عايزين نعرف التشيز كيك البارد ولا السخن. انا هقول السخن، لان السخن هو المتداول دايما. التشيز كيك احنا بنجيب باكت من البسكويت او باكتين. بسكويت الشاي العادي، لو عايزين انتم بسكوت اللي هو بالرده الغالي مفيش مشكله، ده حاجه اختياري يعني، بس الاثنين حلوين. يعني البسكوت العادي بسكوت الشاي، او البسكوت اللي هو بالرده برضو حلو قوي. بعد ما بنجيب البسكوت، لو جبنا باكيتين بنحط عليهم حوالي نص كوبايه زبده بعد ما نفرمه ناعم، وندعكهم مع بعض. وبعدين نجيب فورمه متحركه القاعده. يعني ايه متحركه القاعده؟ دي موجوده بتاعت تشيز كيك، فورمه كده بتتفتح، القاعده بتاعتها بتتشال. نحطها ونحط فيها البسكوت ونضغط عليه وندخله الفرن لمده 3 دقائق. 3 دقائق بس، 3 دقائق يا دوب الخليط بتاعنا يتماسك شويه او يسيح شويه. وبعد كده اطلعه من الفرن، اسيبه يبرد خالص وادخله الثلاجه لغايه ما يتجمد. في نفس الوقت بيكون عندي نص كيلو من الجبنه الكريم تشيز. كريم تشيز دي موجوده في كل سوبر ماركت. بنحط عليها 3 بيضات وبش ليمونه وعصير ليمونتين وكوبايه سكر وكوبايه كريمه لباني، بنخفقها نص خفق. يعني ايه نص خفق؟ يعني بضربها كده لغايه ما يعني تبدا تجمد معايا سنه صغيره، بضيفها عليها، وعلبتين من الزبادي الصغيرين. كل ده بضربه مع بعض جامد جدا لغايه ما يبقى خليط انسيابي. وبعد كده يكون عندي البسكويت بتاعي اتجمد معايا، احط معلقه تحت واصفي الخليط واصبه بالراحه، عشان انا لو نزلت الخليط مره واحده البسكوت ده هش هتلاقوه طلع بره. بنزل عليه الخليط بالراحه لغايه ما يملى معايا. في نفس الوقت بجيب الومنيوم فويل احطه حوالين الفورمه يقفل عليها خالص، واجيب صينيه كبيره. خلاص انا مش محتاج ده، خلاص نقفل كله. كميه العرق غير طبيعيه. بعد ما نحط زي ما قلنا التشيز كيك في حمام ميه دافي، بحطه في البوتاجاز بتاعنا بتاع زانوسي ده، واخلي درجه الحراره 110. يعني ايه 110؟ في هنا درجات حراره اهي موجوده، بنزود ادي 50 ادي 100 ادي 110 ادي 150 ادي 200 لغايه 250 درجه موجوده فوق اهي. فانا بحطها على 110 وبظبط التايمر بتاعه على ساعه، وادخل التشيز كيك المحطوط في حمام الماء. اوعوا تخلوا الالومنيوم فويل يتخرم او كده، لان الميه هتخش على التشيز كيك، واسيبه لغايه ما يستوي. بعرف انه استوى ازاي؟ لما بهز الصينيه بتاعتي الاقيها اتجمدت، اسيبه يبرد خالص يتلج. بعد ما يتلج معايا اقدمه في الطبق واحط عليه بقى مربى، احط عليه راسبري، احط عليه كراميل، احط عليه الصوص شوكولاته اللي انتوا عايزينه. تعالوا نغرب بقى طبقنا الرئيسي، لان احنا كده تقريبا زودنا عليكم النهارده في الوقت، وانا خايف تزهقوا مننا. هنا زي ما بقول هنجيب حاجه نمسك بقى الفراخ، وناخد قطع من الفراخ الاول قبل الصوص اهو. هنا قطع الفراخ دي بقول لكم جربوا بس عشان تعرفوا طعم وحلاوه الوصفه دي بجد.
وصفه جباره. اه طعمها حلو قوي. الزيتون اهو في اخر لحظه، والليمون مش عايزه يغلي خالص، انا مش عايزه يغلي. بنقلبه. كل ما هتغلوا زي ما بقول لكم الزيتون والليمون هيحصل ايه؟ هيمرر. ناخد برضو كمان قطعه هنا وكمان قطعه هنا. بعد كده نجيب الخضروات بتاعتنا بيها بقى، بالزيتون بالليمون بكله بالصوص، ونغرف هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطي على الفراخ، نغرق خضروات وليمون وزيتون وصوص. الريحه مش عارف اقول لكم ايه بقى، يعني حاولوا تجربوها عشان تقولوا لي على طعمها، انتوا اللي هتحكموا عليه. انا خلصت كده، هنشيل ده خالص ونغطي الغطا او نشيل الحاجات دي، وبعدين نجيب منديل نمسح بيه. واحنا بنمسح كده نقول لكم انتوا بصراحه مبسوط ان انا موجود معاكم على صفحه زانوسي على الفيسبوك، عشان نقول لكم كل يوم وصفات جديده، وتابعونا هتلاقوا عندنا دايما الجديد زي ما انتم شايفين. وكمان لو عندكم اي حاجه، اي استفسار، اي مواضيع عايزين تعرفوها قولوا لي عليها. ده شكل الطبق النهائي. ممكن لو عندي شويه لوز باقيين عندي من السنه اللي فاتت مفيش مشكله، نحطهم كده على الوش. عايزين تحطوا معلقه من هريسه الشطه برضو اختياري، شويه كزبره متقطفين، ده حاجه ترجع لكم. استمتعت معاكم بالحلقه، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا زي ما انا استمتعت معاكم. ان شاء الله بكره نشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا لايف وذا شيف على صفحه زانوسي. اللي ما تابعش الحلقه اتفرج على قناه زانوسي على اليوتيوب، هيلاقيها نازله بعد المغرب مباشره. اشوفكم على خير، السلام عليكم. وكل يوم اكله جديده، استنونا مع زانوسي.